بناء على الأنباء المتداولة، فإن إدارة الترجي الرياضي التونسي قد اتخذت قراراً بفك الارتباط التعاقدي مع المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز، لكن عملية فسخ العقد لم تتم بشكل رسمي ونهائي حتى اليوم السبت 2 أغسطس 2025. حقيقة الوضع الحالي تؤكد الأخبار أن إدارة الترجي قررت بالفعل الاستغناء عن خدمات اللاعب، وأن مشاركته في مونديال الأندية كانت الأخيرة له مع الفريق. وقد صرح الناطق الرسمي باسم النادي وليد كرفالة بأن رودريغيز بات ضمن قائمة اللاعبين المغادرين، ومع ذلك فإن عملية الفسخ تواجه بعض التعقيدات. رفض اللاعب: تشير المصادر إلى أن رودريغيز يرفض حتى الآن فسخ عقده بالتراضي، ويطالب بالحصول على جميع مستحقاته المالية المتبقية للموافقة على المغادرة. موقف النادي: لا تنوي إدارة الترجي السماح للاعب بالرحيل مجانا أو فسخ عقده من جانب واحد دون مقابل مادي. خلفية الخلاف: تأتي هذه التطورات بعد فترة من التوتر، حيث عبر اللاعب عن رغبته في مغادرة الفريق وقام بتصرفات اعتبرت غير احترافية، مثل إلغاء متابعة الحساب الرسمي للترجي على انستغرام. إذن خبر قرار الاستغناء عن اللاعب صحيح، لكن تنفيذه الرسمي عبر فسخ العقد ما زال معلقا على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن الشروط المالية. بناء على المعلومات المتوفرة، فإن قرار إدارة الترجي الرياضي التونسي بالاستغناء عن المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز يعود إلى مجموعة من الأسباب المتعلقة بالأداء الرياضي والسلوك الشخصي للاعب. تفاصيل وأسباب القرار: الأداء المخيب للآمال: تعتبر صفقة انتقال رودريغيز إلى الترجي انتدابا فاشلا نسبيا، حيث لم يقدم اللاعب الإضافة المرجوة منه، ولم يظهر بالفعالية الهجومية التي توقعها الجمهور والإدارة. السلوك غير الاحترافي: لوحظ على اللاعب غياب الروح القتالية والانتماء للفريق، وقد وصف سلوكه بالتعالي وعدم الاندماج مع زملائه، وظهر ذلك بوضوح بعد خسارة الفريق أمام فلامينغو، حيث كان اللاعب يضحك ويلتقط الصور، مما أظهر عدم اكتراثه بنتيجة المباراة. رغبة اللاعب في المغادرة: كان اللاعب قد عبر بنفسه عن رغبته في مغادرة النادي قبل أن يتخذ النادي قراره. العقبة أمام التنفيذ الرسمي: رغم أن قرار الاستغناء عن اللاعب نهائي من قبل الإدارة، فإن عملية فسخ العقد رسميا ما زالت معلقة. ترفض إدارة الترجي السماح له بالرحيل مجانا، وتصر على ضرورة أن يقدم عرضا ماليا مناسبا للنادي الذي دفع مقابل انتقاله، في حين يطالب اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته للموافقة على الفسخ بالتراضي. وبهذا نصل لنهاية الفيديو، لكن أخبار عالم الكرة لا تنتهي. لتبقوا دائما في قلب الحدث، لا تنسوا الاشتراك في القناة، والأهم من ذلك تفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أولا بأول. نراكم في الفيديو القادم بمشيئة الله مع أخبار أكثر إثارة.